صباح الفل والياسمين على حبايب قلبي الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم مننا كل جديد. طبعا حبايبي كل سنة وانتم طيبين. اولا بحلول شهر رمضان المبارك، اعداء الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. حابة اتكلم النهاردة معاكم على موضوع مهم جدا، وهو ازاي ان انا ادي بدايل للعلف بحيث اوفر العلف وان انا ما ادفعش فلوس كتير. عندي حاجات كتيرة. ممكن اولا مثلا ان انا احط بدل العلف احط الردة الخشنة كويسة جدا. دي شيشة الخشنة. ادي شوية بدايل تانية. العيش مهم جدا جدا على فكرة لتغذية البط بالذات، بيخلي طعمه جميل. في بعض الناس بتحط المصارين بتاعة الفراخ، انا ما بحبذش كده خالص. ليه؟ لانها بتدي زفارة في لحم الفراخ، الطيور عامة، يعني البط او فراخ. طيب لو انت حابة تحطي الحاجات دي رخيصة طبعا، بتتباع عند اي واحد بتاع سمك. بتاخدي بطن السمك وكده وتخلطيها مع العلف والردة والحاجات دي، بتغذي كويس جدا. لان اصلا البط ده سمك، البط ده اصلا حيوان مائي، فبيحب عامة الاسماك والحاجات دي. طيب لو انا عايزة استخدم الحاجات دي بحيث ان انا يبقى طعم البط حلو مش زفر، قبل ما تذبحيه باسبوعين 3 تمنعي عنه بطن السمك، تمنعي خالص بط السمك، وتدي علف وردة وعيش والاكل العادي بتاعهم، وانت بسم الله ما شاء الله هتلاقيه فرد معاك وبقى زي الفل. كل الحاجات دي ممكن نستخدمها ان احنا نحافظ على طعم البط. طبعا العلف بصراحة جميل جدا، ولكن ان انا في اطار غلاء العلف انا بوفر، بدي بدايل تانية. اكتر العيش شوية، ممكن احط 2 كيلو عيش، 2 كيلو ردة، 2 كيلو تشيش عليهم كيلو علف مثلا، يبقى انا وفرت. تمام. واخلطهم ليهم واحطهم لهم. كل ده بيدي توفير معاكي، توفير جدا. لان طبعا العلف لو هنبص له كيلو ب30 جنيه، بالنسبه للرده والحاجات التانية دي ب20 جنيه، فانا وفرت كده 10 جنيه. ال10 جنيه دي ممكن مثلا احط بيها عيش تاني، احط بيها رده، واكل الفراخ او البط بتاعي. بالنسبة للفراخ لو انا مستنية منهم طبعا بيض، انا ما بزودش في الحاجات دي، ما بسمنش جامد عشان ما يظهرش عندهم دهون على عنقود البيض. مهم جدا الملحوظة دي.